بالنسبه دكتور المشاكل اللي كتخبط فيها القسم ديال المستعجلات في المستشفيات العموميه. بالنسبة للمستعجلات المستشفيات العمومية كما كيعلم الجميع هو أن المستعجلات تتكون من جناحين، الجناح المستعجلات الطبية وجناح المستعجلات الجراحية. جناح المستعجلات الطبية كيكون على الرأس ديالها طبيب للحراسة، وجناح المستعجلات الجراحية طبيب ديال الحراسة. الملاحظ هو أنه في ظل العجز والنقص الحاد ديال الأطر الطبية، وعاد غادي نهضروا على الأطر شبه الطبية اللي هما الممرضين. في ظل هذا النقص هذا ان جميع المستشفيات دابا على الصعيد ديال المغرب تم دمج هاد جوج ديال الاجنحه في جناح واحد وسموه المستعجلات. فاذا كنلقاو طبيب واحد اللي كيسهر على السير ديال هاد المستعجلات لمده اما 8 ساعات 12 ساعه من 8 الصباح ل 8 ديال الليل، او لمده 24 ساعه، وهو ما يشكل ارهاق للطبيب الى غير ذلك. والوزاره الوصيه لم تقدم على حل هذا المشكل هذا، لا من ناحيه تزويد المستشفيات بالاطر الطبيه، لان الطبيب اللي غادي يشرف على المستعجلات لمده 12 ساعه لا يمكن ان يفي بجميع الشروط ديال الحراسه تجاه المرضى. النقص اللي كيعرفوه الاطباء كيعرفوه الممرضين. إذ في المستعجلات لا الجراحيه ولا الطبيه كيتكون من ثلاثه ديال لي زونيتي. كاين الممرض اللي كيكون بالنسبه لي سوان، العلاجات اللي كيقدمها المرضى ديال المستعجلات، وممرض كيكون في لونيتي ديال لي سوان انتونسيف ديال الحالات المستعجله اللي كتخصها عنايه مركزه، وبالنسبه للممرض لونيتي ديال البلاطر وديال الكسور ديال. اذا هذا بصفه عامه على الاقل خص يكون ما بين 3 ل 5 الممرضين في المستعجلات لمده ديال لونيتي ديال الحراسه اللي هي من 8 الصباح ل 8 الليل، وجوج ديال الاطباء اللي واحد في لونيتي ميديكال وواحد في لونيتي شيروجيكال. هاد الخريطه هذه لا تتوفر عليها المستعجلات. بالنسبه ما غاديش نقولوا الى ستينا لي ساش المستشفيات الجامعيه اللي نوعا ما يحاولون الالتزام بهذه الخريطه نظرا لتواجد الاطباء المقيمين. اما الاطباء ديال الصحه العموميه فهذا لا يتوفر. بالنسبه استاذ التجهيزات والاليات المتواجده في نتكلموا على التجهيزات. ما ذكرناه حول غياب او نقص الحاد في الاطر الطبيه والشبه الطبيه. كتعرفوا المعدات الطبيه والبيوطبيه، بحيث وهنا كنتكلموا ودائما كنقول بانه هذه الفتره الزمنيه اللي امتدت من 7 اكتوبر حاليا، الحاله ديال المستشفيات في واحد الحاله مزريه نظرا للخصص الهائل في الادويه والخصص الهائل في هذه المعدات الطبيه والبيوطبيه، بحيث لم يتم تزويد المستشفيات بالمعدات التي التزمت الوزاره الوصيه بتزويدها في السنه الماضيه، ولم يتم تجديد الاسطول ديال التجهيزات نظرا لغياب الصيانه، لغياب الاطر التقنيه التي تظهر على. لان ما يكفيش انك تجيب سكانر ولا تجيب ايكوغراف ولا تجيب واحد تخطيط القلب ويبقى يشتغل لمده سنه وسنتين بدون صيانه. اغلبيه المعدات اللي كيتم التزويد بها المستشفيات لا يتم الصيانه، وحتى الا كان شي صيانه الشركات التي زودت هذا المستشفى ما كنلقاوهاش نظرا لغياب لا غارونتي ديال هذه المعدات. علاش؟ الله اعلم. هناك علامات استفهام كبرى تدور حول هذه طرق اقتناء هذه المعدات هذه في اطار الشفافيه وفي اطار المصداقيه. نحن نضع علامات استفهام كبرى. بالنسبه للظروف اللي كتشتغلوا فيها الجانب الامني، بالنسبه للظروف ظروف مزريه. اول حاجه غياب الامن، وحنا كنقولوها في الشبكه على انه الوقيته اللي تخلت المستشفيات العموميه على الحراسه من طرف الاجهزه الامنيه الرسميه البلاد وتم تزويد المستشفيات بهذه شركه الامن، تم الهجوم بواحد الشكل عنيف من طرف المواطنين على الاطر الطبيه والشبه الطبيه، لان هذه شركه التامين لا تتوفر فيهم شروط الحمايه الحقيقيه للمستشفيات ولا الاطر العامله بالمستشفيات. ناس ظروف الاشتغال ديالهم، ظروف التكوين ديالهم، ظروف الانخراط ديالهم في هذه الشركات ديال الامن هي ظروف غامضه.
نحن نطالب بعودة المؤسسات الأمنية الرسمية البلاد من شرطة ورجال القوات المساعدة. على الأقل كان واحد القيمة معنوية للحراسة الأمنية داخل المستشفيات. هذه الأولى. ثانيا، ظروف الاشتغال بناية مهترئة، ظروف الإقامة والأكل حدث ولا حرج، بحيث أنه الطبيب والممرض خصو يجي يدير الحراسة ويجي معاه الماكلة ديالو ويجي معاه الفينيبات، لدرجة نقدر نقول لك بأنه كاين أطباء وممرضين ما كيبقاوش فين ينعسوا، فين غادي يدير الحراسة لمدة 12 ساعة من 8 الليل 8 الصباح، ما عندوش حتى كرسي فين يجلس. وهذه زعما من أبسط حقوق العمل، ناهيك عن الأكل، ناهيك عن التعويضات. ما نهضرش على التعويضات، يكفي ان الا قلت لكم بانه التعويض حول اليونيتي ديال الحراسه اللي هي ديال 24 ساعه بالنسبه للطبيب الاختصاصي هي 68 درهم اليونيتي، مع العلم انه اليونيتي ديال الحراسه في فرنسا كتراوح ما بين 400 حتى 500، ما بين 200 حتى 400 الاورو اليونيتي. يعني واحد الليله ديال الحراسه ديال الطبيب في فرنسا كياخذ عليها ما بين 200 و 400 اورو. في المغرب كياخذ عليها 68 درهم. كيفاش بغيتي واحد الاطار اللي قرا 15 سنه تعطيه 68 درهم وتقول له بات فايق كتسهر على الراحه ديال المواطنين وعلى التطبيب وعلى خدمات صحيه في المستوى؟ اظن هذا فرق شاسع، ولا يمكن ان تكون خدمات صحيه بدون ما يكون هناك واحد المستوى من التعويض يوازي المهام، تحفيزات ماديه اللي تحفز الاطر الصحيه والطبيه والشبكه الطبيه انها تشتغل باريحيه. شكرا دكتور.